الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش عايزين ننسى طبعا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكومنتات زي ما احنا متعودين، والدعاء لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم ويرفع راية الإسلام والمسلمين ويرحم أمواتهم وأمواتنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عمر الساعي لاعبا في النادي الأهلي. عمر الساعي لاعبا للنادي الاهلي بيعلن على الصفقه الرابعه بعد طبعا ابرام صفقه يوسف ايمن ويحيى عطية الله واشرف داري، وامبارح بيتم الاعلان عن نسر جديد في التتش وهو عمر الساعي قادما من الاسماعيلي. وطبعا في ناس تشوفها تقول لك صفقه كويسه للنادي الاهلي واضافه والكلام دوت، واللاعب بيحقق حلمه وكده، واللاعب اللي حسم الصفقه بشكل كبير جدا هي رغبه اللاعب وحب اللاعب للنادي الاهلي. وناس تانية تطلع تقول لك لا يا عم، ده عمر الساعي ده هو احد اسباب فشل صفقه محمد علي بن رمضان. طبعا احكي لك ضمن حاجه من ضمن تعثر محمد علي بن رمضان، ولو ترجع لفيديوهاتي هتشوف ان انا كنت بشدد بشكل كبير جدا على تاخر الصفقه وايه المشاكل، لكن طلعت المشكله. هقول لك على المشكله كانت عند مين، لكن خلينا نتكلم دلوقتي على قائمه الاهلي المحليه والافريقيه للموسم الجديد. قائمه الاهلي جاءت كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى مخلوق، مصطفى شوبير، حمزة علاء. ولو تيجي تشوف في مركز حراسة المرمى مربوحة، عندك 3 حراس على كفاءة عالية من حراسة المرمى او عرين النادي الاهلي. وبالنسبة لمركز حراسة المرمى انا زي ما بقول لك مربوحة. خط الدفاع اشرف داري، ياسر ابراهيم، يوسف ايمن. اشرف داري طبعا اللاعب المغربي اللي جاي من النادي الفرنسي، وياسر ابراهيم طبعا غني عن التعريف، ويوسف ايمن اللي جاي من فريق قطري مدافع منتخب قطر، ومحمد هاني ورامي ربيعه، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، عمر كمال عبد الواحد، ويحيى عطية الله. تمام. تعالى بقى على مركز خط الوسط. طب هتقول لي يا عم انت ما اتكلمتش على خط الدفاع. خط الدفاع مش محتاجين فيه حاجه، انت كده زي الفل. انت جايب عندك اشرف داري، عندك يحيى عطية الله، عندك عمر كمال، عندك كريم الدبيس، عندك خالد عبد الفتاح، عندك محمد هاني، يوسف ايمن، عندك زخمه في خط الدفاع، فعندك ناس تقدر ان هي تشيلك بشكل كبير جدا. تعالى نتكلم على خط الوسط: اكرم توفيق، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، مروان عطيه، رضا سليم، عمر الساعي الوافد الجديد، امام عاشور، عمرو السوليه، طاهر محمد طاهر اللي ما كنتش اتمنى ان اشوفه في القائمه وكنت اشوفه من ضمن الراحلين عن النادي الاهلي، احمد نبيل كوكا، كريم ندفد، بيرسي تاو. ده بالنسبه لخط الوسط. طب تعالى بقى نتكلم بالنسبه لخط الهجوم، واللي هو الكارثه بالنسبه لكل الاهلاويه. تقول لك ايه ده، هنبدا هجومنا او هنبدا الموسم اللي يعتبر فيه ضغط كبير جدا بدول بس في خط الهجوم؟ هتقول لي مين هم يا عم؟ هقول لك وسام ابو علي ومحمود عبد المنعم كهربا. فانت بتتكلم ان انت هتبدا خط هجومك ب2 لعيبه فقط، هو وسام ابو علي ومحمود كهربا. فدي كارثه كبيره جدا من وجهه نظري. طب هل الاهلي هيقدر ان هو يقيد حد دلوقتي ويصرف نظر عن صفقة بن رمضان، ولا الاهلي هيتعاقد مع مهاجم تحت السن يكون اضافة للنادي الاهلي ان هو يقدر ان هو يفوز بخدماته في النادي الاهلي، ولا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ده اللي احنا هنشوفوه الايام اللي جايه. لكن بالنسبه لي كارثه في خط الهجوم. انت عندك بالنسبه للخطوط الثانيه، مركز حراسه المرمى، مركز خط الدفاع، مراكز خطوط الدفاع منهم الباك ليفت والباك رايت ومنهم السيرد باكات، ومركز خط الوسط مربوحه 100%. وبالنسبه لمحمد علي بن رمضان اكيد طبعا كان هيبقى اضافه، لكن انا بكلمك على بالنسبه للخطوط كلها مربوحه، لكن خط الهجوم كارثه كبيره جدا. تعال بقى نتكلموا في وسبب تعثر صفقه محمد علي بن رمضان. في الوقت الحالي اللي انا بكلمك فيه ده، او في الوقت الحالي كل المعطيات بتقول لك ان محمد علي بن رمضان خارج النادي. يعني محمد علي بن رمضان مش الصفقه باءت بالفشل، يعني صفقه محمد علي بن رمضان باءت بالفشل في الوقت الحالي اللي انا بكلمك فيه ده.
هل ممكن محمد علي بن رمضان الصفقه تتم؟ عادي ممكن تتم، ليه لا؟ هل صفقه محمد علي بن رمضان ممكن يبقى فيها كلام وتبص تلاقيها حسمت في وقت قريب؟ ممكن، ليه لا؟ لكن احنا عايزين نعرف ايه السبب. ناس كانت تطلع تقول لك تباطؤ اداره النادي الاهلي، وانا واحد من الناس. تباطؤ اداره النادي الاهلي سبب مثلا سبب من فشل صفقات كتير، من ضمنهم زين الدين بالعيد، وطبعا اهو محمد علي بن رمضان. وفي صفقات تانية كنا برضو بنقولوا الكلام ده او المشكله دي. لكن تعالى نشوف المشكله ونشوف ان النادي المجري عمل ايه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي انهى كل الاتفاقات مع محمد علي بن رمضان وعلى الراتب اللي هيتقاضاه مع النادي الاهلي. طب تمام، ده حلو جدا، ايه المشكله؟ طب والنادي الاهلي انهى كل الامور مع النادي المجري والموضوع كان محسوم بشكل كبير جدا، لكن الاهلي كان عايز يقسط المبلغ على قسطين. طب ده حاجه كويسه جدا، ماشي، ايه المشكله؟ المشكله ان النادي المجري بعد ما اتفق وبعد ما وافق على تقسيط المبلغ، جه قال لك لا انا عايز المبلغ كاش وتوتو على كبوته. يا عم طب ما انت كنت موافق، طب ما انت كنت خلاص الصفقه هتحسم، طب ما انت كنت خلاص كنا هنعلنوا عن الصفقه والدنيا كانت هتمشي تمام ومفيش اي مشاكل ومفيش حد والدنيا كلها بتمشي بقساط. النادي الاهلي عشان النادي الاهلي مش هيقدر يتحمل المبلغ توتو على كبوته، لان عنده بتاع ده مبالغ، او عنده مرتبات بيدفعها للعيبه، مرتبات بيدفعها للعمال، عنده زخمه من الحاجات اللي الالتزامات اللي ورا منه. مش هيقدر ان هو يدفع المبلغ كله كامل مكمل، لازم بيدفعه بالقسط. قال لك لا والله العظيم المبلغ لو مش كاش وتوت على كبوته مش هينفع. بعد ما كان النادي المجري موافق، بقت الصفقه حتى الوقت انا بكلمك فيه ده بالفشل بسبب تعرض النادي المجري، او بسبب النادي يعني النادي المجري مش جايه معاه. انا كنت موافق بس انا دلوقتي مش وافق، شغل عيال صغيره يا عم وكلام، وكان اتفاق مع مين قال لك لا هي مش جايه معايا. فده موضوع الصفقه، وكان لازم اطلع اتكلم واقول لك حاجه زي كده. زي ما كنت بهاجم الاداره على عدم اتمام الصفقات وابرام الصفقات بشكل سريع، اتضح لينا ان المشكله مش في اداره الاهلي، وان الاهلي كان حسم الصفقه مع اللاعب، والاهلي حسم الصفقه ايضا مع النادي المجري، لكن النادي المجري هو اللي ما صدقش وما وفاش بوعده، او ما فضلش واقف عند كلمته وثبت على الكلمه اللي هو قال عليها، رجع في كلامه وقال لك لا انا محمد علي الصفقه يا تدفعها كاش يا اما مفيش صفقه، تمام. لكن بيقول لك ان في اطراف بتتدخل خارجيه ووكلاء لاعبين والكلام ده كله، وان الصفقه ممكن تنتهي في الوقت اللي انا بكلمك دي فيه دوت، لان طبعا القيد تمدد او تم تمديد القيد يعني، ولسه هنشوف الدنيا فيها ايه. بس ربنا يسهل وعلى الله التسهيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.